بعجينة واحدة بس هنعمل أحلى وألذ فطاير محشية ب3 حشوات مختلفة. ممكن نقدمها في العزومات أو ناخدها في الرحلات أو حتى معانا في الشغل، وممكن كمان نعمل كمية منها ونحفظها في الفريزر ونطلعها على التسخين. العجينة طرية وهشة زي القطن وفضلت طراوتها فيها حتى بعد ما بردت، فيلا بينا نعملها مع بعض وأقولكوا على الخطوات بتاعتها بالتفصيل. في طبق فاضي هنحط 3/4 كوباية حليب دافي، ومعلقة كبيرة سكر أبيض، ومعلقة صغيرة خميرة فورية، وهنقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي. هنضيف عليهم بيضة في درجة حرارة الغرفة، هنقلبهم تاني مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون. هنقلبهم تاني كويس قبل ما نضيف المكونات الجافة. 2 1/4 كوباية منديل أبيض المنخول وهنضيفه بالتدريج، مع معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الحليب البودرة ونص معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالمضرب قبل ما نضيف باقي الدقيق. هنضيف جزء تاني من الدقيق وبعد كده هنقلبه بالمعلقة الخشب. بعد كده هنضيف آخر كمية من الدقيق ونبدأ نعجن العجينة بإيدينا، وطبعا تقدروا تستخدموا العجانة لو متوفرة عندكم. هنعجنها تقريبا لمدة 5 دقايق لغاية ما تبقى بالقوام ده. شايفين طراوتها من وهي لسه عجينة عاملة ازاي؟ هندهن الطبق ووشها بالزيت ونغطيها ونحطها في مكان دافي لمدة تقريبا ساعة، وبعد ما ارتاحت وحجمها تقريبا اتضاعف هنفرغ منها الأول الهواء بالطريقة اللي متعودين عليها. بعد كده هنلمها بالشكل ده ونوزنها، ولو مش متوفر الميزان ممكن نقطعها ل8 قطع كبيرة أو 16 قطعة صغيرة. بس أهم حاجة واحنا بنقطعهم نحاول نخليهم على قد ما نقدر قد بعض علشان التسوية. في الفيديو هنا اخترت أقطعهم ل8 قطع كبار. طبعا مش قادرة أوصف لكم طراوة العجينة عاملة ازاي. غطيهم واسيبهم يرتاحوا نص ساعة. بعد كده هاخد قطعة قطعة اشتغل عليها، واهم حاجة اغطي باقي القطع علشان ما تنشفش. اول واحدة هفردها على شكل دايرة، وخلي بالكوا السمك بتاعها ما يبقاش رفيع علشان ما تتقطعش. واول حشوة معانا هتبقى خلطة اللحمة المفرومة، ولو عايزين طريقتها كنت نزلتها في فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعها في التعليقات. هحط معلقتين صغيرين من خلطة اللحمة المفرومة مع زبيب ورمان وجبنة موتزاريلا، وده طبعا اختياري. وهنبدأ نقفلها بالشكل ده علشان تطلع معانا بشكل المثلث، ودي من اكتر الاشكال اللي بحب اعملها في الفطاير، بس اتأكدوا انكم بتضغطوا على الاطراف كويس علشان ما تفتحش وقت التسوية. وده شكلها النهائي. تاني واحدة معانا هنفردها على شكل مستطيل، واختار تحشيها برضو لحمة مفرومة مع جبنة شيدر مبشورة. في الاول هنحط الحشو على الطرف بالشكل ده، وبعد كده هنقطع الجزء التاني من العجينة بالسكينة ونبدأ نلفها على بعضها كويس علشان نتأكد ان الحشوة مش هتطلع من الاطراف. وبعد ما لفيناها هنضغط على الطرف الاخير بتاعها علشان ما تفتحش، وده شكلها النهائي. وبعد كده الشكل التالت اللي هنعمله هنفرده بايدينا على شكل دايرة، والحشوة المرة دي هتبقى خلطة سبانخ مميزة جدا، عبارة عن سبانخ مقطعة فريش أو مجمدة مستوية مع بصل وثوم وطماطم مع ملح وفلفل وليمون ودبس رمان. حطيت معاها زبيب ورمان وجبنة شيدر مبشورة. هنقفلها على بعضها بالطريقة اللي بعملها في الفيديو عشان نعمل شكل الصفيحة السورية، وده شكلها النهائي. الشكل الرابع والأخير اللي هنعمله هنفرده على شكل مستطيل، وهنحشيه بالخلطة الثالثة اللي عملتها، مكعبات بطاطس مسلوقة ومتشوحة في زبدة وعليها ملح وفلفل وكاري وبابريكا. حطيت عليها جبنة شيدر مبشورة ولفتها بالطريقة دي على شكل قوقعة. وطبعا تقدروا تعملوا أشكال تانية بتحبوها، ودي من أكتر الحاجات اللي ممكن تتقدم للأطفال ويحبوا شكلها. بعد كده رصيتهم على الصينية وهغطيهم وهسيبهم يرتاحوا تقريبا لنص ساعة، وبعد ما ارتاحوا هدهن وشهم بصفار بيضة عليها كريمة أو حليب ومعلقة كاتشب. اي اضافات هتحبوا تضيفوها على الوش هتبقى حلوه ومناسبه جدا. في جزء رشيت عليه اوريجانو، وجزء التاني سمسم، وجزء التالت سماق مع سمسم. وبعد كده هدخلهم في فرن سخن على درجه حراره 200 لمده تقريبا 25 دقيقه. وده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن على طول. قدمتهم مع شرايح ليمون وبطاطس محمره مع كزبره او بقدونس فريش والباقي من الزبيب والرمان. بجد الحشوات كلها طعمها كان احلى من بعض. ممكن تغيروا فيهم زي ما تحبوا، زي الفراخ او الجبنه او الخضار. ونفس العجينه دي تنفع بحشوه مسكره زي السكر بالقرفة أو الشوكولاتة أو العجوة. وطبعا قوامها كان طري وهش جدا جدا. هستناكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير.